دلوقتي الساعة 9 النهاردة 7 أكتوبر. كمان شوية في امتحان ورقة أولى أطفال. صراحة يعني مش مصدق إن احنا خلاص يعني الرحلة قربت على نهايتها. طبعا طول الفترة اللي فاتت احنا كنا متوقفين عن عمل الفيديوهات. آه، يعني طبعا عشان ترتيب أولويات. أحيانا الإنسان ممكن يضحي بحاجات معينة عشان حاجات تانية ليها أولوية. ولكن انا كان دايما عندي اعتقاد ان فيديوهات القراءه هي اكتر فيديوهات انا بحبها، ولكن لما كنت بقلب في الفيديوهات كده واتفرج عليها لقيت ان الفلوجز هي اكتر حاجه فعلا كانت بتحسسني بالانجاز. اكتر حاجه كانت بتديني احساس بالثقه، بتفكرني بالحاجات الحلوه اللي انا عملتها. لما مثلا اتفرج على فلوج والاقي نفسي ان انا واقف مثلا على ستيج وبتكلم بكل ثقه وما عنديش توتر وموثق اليوم ده مثلا، فده بيفكرني بالبوتنشالز اللي موجوده جوايا. فالفلوجز فعلا هي اكتر حاجه بتفكرني بالامكانيات اللي عندي. فبناء عليه طبعا الفتره اللي جايه صعب ان انا اعمل فيديوهات حاجه كده اديها وقت وتفكير ومجهود. فقلت ليه لا ما نوثقش الفتره دي بشكل عفوي وتلقائي بدون اي ترتيب، جاست نحط الكاميرا وقت ما نخلص المذاكره اللي ورانا نحط الكاميرا كده ونقعد نصور الموضوع بشكل تلقائي. قد يكون ممل للبعض، ولكن انا يعني I'm doing it for myself عشان اوثق اللحظه دي الفتره دي، وبالتالي ممكن ارجع للفيديوهات دي بعدين وابتدي افتكر الفتره الحاليه. ف يعني الفيديوهات هتبقى ممله، مش عارف مين صراحه ممكن يتفرج عليها، بس زي ما قلت لكم I'm doing it for myself. اوكي ماشي. A term male is born via a repeat cesarean section to a 30-year-old woman. Immediately after birth, he has mild respiratory distress. Mild respiratory distress. الchest auscultation في الدليفري روم ورانا ايه بقى؟ Clear breath sounds. Which of the following the most appropriate next step؟ تعمل له ايه؟ Intubation مستبعدة. تمام؟ intravenous antibiotic therapy لا مفيش داعي لحاجة زي كده. مش مفيش. هو اعتقد الباج ماسك فنتيليشن بس تديله شويه ايه او يا اما اوبزرف وتادمنستر سبلمنتال اوكسجين، يعني دي بس ربه واديله اكسجين. باج ماسك فنتيليشن سبلمنتال اوكسجين از نيدد، يبقى اوبزرف. انا وجهه نظري اوبزرف وادمنستر سبلمنتال اوكسجين از نيدد، وهي دي الاجابه ايه الصح. تمام. This is likely حاجه اسمها TTN transient tachypnea of the newborn. commonly بعد السي سكشن نتيجة الديلايد لانج فلويد كليرنس، والمانجمنت بيبقى سبورتيف باكسجين واوبزرفيشن. ترانزيانت على فكرة ديت ما اتذكرتش اصلا في الكتاب، ومش موجودة اصلا في الكي بوينتس اللي هم عاملينها اصلا يعني، فعشان كده انا عايز اخد سكرين شوت. اوكي ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. يا بقى يا عم بنصور يا عم. استناك بره على البحر ولا ندخل جوه؟ احنا هنا بص الصراحه. نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. كان عارف كان بيتكلم عن الرياء. فزي ما بقول لك بيجيب الأحاديث وبيجيب الآثار والحاجات دي. حتة الرياء عارف أنت الحتة اللي هو أوقات كتير بتكلم نفسك اللي هو أنا مش هكمل في الفعل ده عشان ممكن يكون رياء. مثلا مش هكلم صحابي مثلا احنا قاعدين في قعده عن حديث ولا حاجه، ممكن يكون رياء، ممكن يكون انا بعمل كده عشان يشوفوا فيها خير او يفتكروا ان انا الواد الجامد ده. ايوه. فتيجي في حته كده في نفسك خلاص ما تعملهاش تاني. فاهم؟ فانت بتبقى ما بين نارين، انت في الاول وفي الاخر خايف على نفسك. الحديث اللي هم اول 3 يعني اللي هم يطرحوا في النار كان منهم قارئ القرآن، فاهم؟ في اكتر من كده وفيهم اللي بيجاهد اكتر من كده، فانت بتخاف ان انت تكون من الناس المرائين دول. فبتسحب بقى. أيوة. لا يا عم مش هكلمك، لا يا عم مثلا مش هصلي جماعه، لا يا عم مش واحنا قاعدين كده اللي هو يلا نصلي. في حته عجبتني للفضيل بن عياض بيقول لك ايه؟ ترك العمل لاجل الناس رياء، تمام، والعمل لاجلهم شرك.
هو انا حسيت جمال كويس. الحتتين اللي هو يقول لي امتى اسيب وامتى اخد. يعني انت ما تفتكرش ان انت هتسيب بسبب الرياء، بالعكس ده انت لما تسيب ده كده رياء رياء اصلا. ده رياء. بس في نفس الوقت اعمل حسابك ان انت لما بتعمل فعل اخلص الفعل لله، وده كان باب الاخلاص زي ما بقول لك حرف الالف. فاهم؟ ما بستخلصش الوقت كله. بص عظيم انا بص الحته دي. بس انا بنصورهم يا عم ده جميل. ماشي صور صور. ايوه تعالوا فيديو يس. الكاميرا بوشي. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كلام يا دكتور. حبيبي عامل ايه اخبارك؟ هتمشي تسلم؟ ينفع كده؟ كنت رحت جبت تاني. لما كنت جيت كنت عامل ايه؟ عامل ايه يا رجوله؟ مية مية. ايه الاخبار؟ الحمد لله يا عم. طيب انا قفلت اهو. اخد لك تعالى البال التالي. بجد خسرت المومنت. عظيمه يا دكتور. انت عملت ايه عشان تقدم على المنحه دي وايه يعني ايه البروسيس اللي خدتها عشان توصل للمنحه دي؟ يا دكتور بالله عليك يا دكتور الاسئله دي خوفتني. ليه؟ خفت والله عارف ده انت بتعمل فلوج يا عم بتاع انت يا عم اسال منصور يا عم منصور يا يا عم انت عم راجل تطلع برنامج العباقره. اسال منصور يا عم جاوب انا مالي؟ جاوب ما انا لو كنت معايا الملح مش هقعد معاك اصلا، مش هودعك. بص يا دكتور ايوه انا دلوقتي كان في تقديم انت عارف راسموس ولا مش عارف راسموس؟ راسموس. اه انا لسه كنت بذاكر اطفال وفي عندنا حاجه اسمها مراسموس. راسموس ده هو تقريبا فكره ان انا اعمل فلوج يعني كانت فكره فاشله. يا دكتور حددتني يا دكتور. احكي يلا كمان عايز يا ابني انت اتخضيت اكبر خضه. اتصلت بيك لا يا عظيم لا لا مقتنع يا عم عنك دي كده. اطفال يا عم. يلا 1 2 3. اعرف ثقافات جديده بتخليك تعلم لغه ثانيه، يعني برضه من ضمن الحاجات اللي هدرسها هناك هدرس لغه. انا بس صراحه عشان حته الشغف يعني انا يعني وصل لي ان انت الموضوع بالنسبه لك شغف كبير جدا صراحه يعني بعيدا عن اللي بتضحك واللي بيهزروا في الكواليس دي بس بتكلم بجد والله يعني يعني ايه اللي مخليك فعلا مكمل كده؟ عشان انا يعني اكتر حاجه بحبها في الدراسه بتاعتنا هي الماثماتكس. دايما يعني فاهم اللي هو ايه عندي فضول الماثماتكس احنا يعني ازاي بنطوره وبعد التطور بتاعنا ازاي بناخده نحطه في ابلكيشن. وانت ممكن نفس الفكره تروح لاكتر من ابلكيشن. زي ما انا قلت لك ان انا في الترم الاول او السنه الاولانيه تقريبا كلنا هندرس حاجات قريبه من بعض بس هنطبقها في 6 تراكات مختلفه. فانا ده بيبقى مثير بالنسبه لي يعني. حاجه انت كعظيمه ممكن تديني البرميشن ان احط ده في الفلوج؟ هتجيب كام؟ كام يا عم؟ انت هحاسب لك على كوبايه الشاي اللي هتشربها ممكن اشرب مانجا؟ انت فصلت؟ لا انت بتصورنا ليه؟ انت بتصورنا ليه؟ استنى شيل ده اول اجازه والله انا يعني بص هو الحد عايزني مش هدخل مش مشكلتي في الفلوس. طبعا المنظر اكيد عندك يعني كارثه فايكنج. لكن المشكله في ان انا حلو لسه كملت. اديني صوره بقى اديني صوره. ده كان شطر بقى. انا بدرس الاجراءات كده ب 25 هو اختيارها جي 6 بي دي على فكره في الورق بتاع برضه اليكس ميت كانوا حلينا غلط اي بي او خلصت الامتحان النهارده الحمد لله، رجعت البيت وبعدين قلت اجي اتمشى هنا في الارض شويه، بقالي كتير قوي ما جيتش صراحه بسبب زنقه الامتحانات دي وزنقه المذاكره. وبصراحه كان في شويه كده افكار عايز اشاركهم، انا كتبتهم عندي في النوتس عملت جورنالينج اول ما رجعت من الامتحان كده للافكار اللي جوه دماغي. الفكره الاولانيه متعلقه بفكره انه فعلا كل ما الانسان بيسعى وبيبذل ما في وسعه من غير ما يترك حاجه قدر المستطاع، ده بيقلل من احتماليه الندم بعد كده. النهارده انا في الامتحان اول ما فتحت الورقه وقعدت احل كده اسئله كتير، قابلني كام سؤال او شويه اسئله انا متردد ومحتار، هل الاجابه دي ولا الاجابه دي؟ فطبعا في اللحظه دي يجي لك يعني فكره اللي هو طب مش لو كنت حليت الفايل كله من غير ما اسيب اسئله ما حليتهاش، او يا سلام لو كنت ايه رجعت للمحاضره الفلانيه محاضره الانفكشن اللي انا يعني كروتها كده. فكل ما تبذل ما في وسعك وتخلص المطلوب منك كل ده ما يقلل الثغرات اللي من خلالها الندم هيخش لك بعد كده صراحه يعني. الحاجه التانيه متعلقه بفكره التسليم. احنا بنحب التحكم، بنحب نسيطر، فكره ان انا اسيب نفسي كده
مع ان انا لو سبت نفسي على الميه انا هعوم، لكن انا ببقى خايف وخايف اسيب نفسي، اسيب قضاء ربنا يسير كما هو. دايما عمال افكر في الحاجات اللي انا ماليش تحكم فيها، وده يخليني اثر في الحاجات اللي في تحكمي او ماي كنترول. لو الانسان شغل باله بالحاجات اللي هو مش هيقدر يتحكم فيها او اللي مستحيل اصلا يتحكم فيها، هيأثر في الحاجات اللي ان هيز كنترول. طول الفترة اللي فاتت كان بيجي لي تفكير بخصوص بعض الامتحانات اللي قدامي اللي انا قلقان منها، زي امتحان النساء مثلا، في حين ان انا عندي امتحان اطفال. ومش بس كده، مش عندي امتحان اطفال بقى، يعني خلينا نعيد صياغة الجملة، عندي محاضرات اطفال لازم اذاكرها النهارده. المفروض اشغل بالي بالعدد النهارده، عندي 3 محاضرات اطفال انا هذاكر الاطفال اللي مطلوبة مني. وقت ما يجي امتحان النساء نبقى نشغل بالنا بيه، لكن طول ما انا عليا حاجة معينة يبقى اركز الحاجة دي اللي اللي اقدر اتحكم فيها دلوقتي. وكذلك بقى النتيجة، كذلك النتيجة يا ترى هتبقى مرضية ليا، هتبقى مرضية للأهل. كل دي حاجات يعني ما نقدرش نتحكم فيها، مستحيل، فما ينفعش نشغل بالنا بيها. برضو فكرة تانية متعلقة بفكرة التسليم هي عدم المراجعة بعد الامتحانات. أنا خدت قرار صراحة إن أنا هعتبر شكرا لأخويا عطية هو اللي قال لي الموضوع ده، يعني يعني هي الفكرة كانت على الخاطر، بس هو اكد لي عليها كذا مره انه الامتحانات دي، امتحانات التخرج دي هي عامله زي الماراثون، فعايزه نفس طويل جدا، لازم افوكس على كل امتحان ان هو تحدي لوحده. كل امتحان عباره عن تشالنج بالنسبه لي، لازم اخده واحده واحده. خلصت الامتحان انسى، ما تراجعش، سلم خلاص. انا مسلم لقضاء ربنا ان انا اللي انا بذلته ده هو ده اللي مكتوب ليا. مش محتاج ان انا اشغل بالي بقى انا حليت السؤال الفلاني ازاي، حلته صح ولا غلط ولا عملت ايه. لا، صفحه وانطوت نخش على الصفحه اللي وراها الامتحان الجديد على طول. فيعني شويه افكار كده عشوائيه، يعني مش مترتبين خالص، بس زي ما احنا قلنا، احنا يا ابني زود الشطر يا ابني، مش سرعه. زي ما احنا قلنا، احنا الفيديوهات ديت احنا عاملينها كده جاست ان احنا نحاول نوثق الرحله بتاعتنا ايا تكن طريقه هذه الفيديوهات، ايا تكن شكلها، بس المهم نكون مبسوطين ان احنا بنوثق الرحله. انا رايح لاخواتي قاعدين بيصطادوا، شكلهم ظريف خالص خالص يعني. عامل ايه يا معلم اسامه؟ الحمد لله. جايب منين كده يا معلم اسامه؟ يا من غير. ماشي، عايز حاجه؟ شكرا. يلا سلام. ايه الاخبار يا معلمين؟ الحمد لله. ايه اصطادتوا كام سمك؟ انت جاي تصور فيديو؟ اصطادتوا كام سمك؟ وريني. هزر، هي دي؟ دي وريت سمك كبير يا حماد. صورك بقى دكتور. تعالى طبعا يا حماد. ايه ده ما شاء الله، انت اصطدت ده والله؟ محمود. طب قربوا كده من الميه. ده اصطدتوه من هنا؟ هذا شوف ده. حاول تعدله شويه كده عشان ايديك على بصوابعك، في عملنا في الميه. شو في ايديك بقى انت. ايوه. ما شاء الله. سلام ورحمة الله وبركاته. اما نشوف اصطاد ايه. حلوه المره دي ولا ايه؟ اعمل نفسي ايه اللي انا لسه تعمل نفسك ايه يا عم؟ انت مفقوس كده وريني يا عم. طلع بطل نصب، طلع.
علقوا كارفور في السن. جميل. فالحل مع الناس ان هي تخرج من مشاكلها الشخصيه وتنظر الى قدره الله في السماء التي لا يستطيعها احد. فسيدنا ابراهيم نقل المناظره من الارض الى السماء، نقل الاشكاليات كلها بدل ما تبقى مشكلتك مشكله شخصيه. وده اللي بيحصل، ان كتير من الناس بيلحد بسبب ابتلاءات وقع فيها هو. يعني بيحصل ايه؟ ان الكون مليء بالايات، مليء بالايات، ايات مبهره في كل حاجه، في جسمه وفي الخلايا وفي السماء وفي الارض وفي النجوم وفي الكواكب. الكون مليء بالايات والاتقان. يوم واحد مثلا يحصل له بلاء، هو زوجته تموت، اولاده يموتوا، اهله يموتوا، هو يحصل له بلاء مش فاهم، مرض معين مش فاهم ليه، فيقول لك مفيش ربنا. يعني انت انكرت كل الايات الكونيه بسبب مشكله شخصيه عندك. لما حصر مشكلته في نفسه، في جواه، في مشاكله هو، انكر وجود ربنا. لو ساب نفسه وقعد يفكر في الكون العظيم سيعلم يقينا ان الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وانه واحد احد سبحانه وتعالى.